يبقى متفائل. ولكن أنا كمواطن واش أنا متفائل؟ أنا كتجيني نقدر نقول لكم بأنه أنا متشائم. أنا متشائم على الوضع ديال البلاد. ف يمكن غادي نرصد لكم مجموعة ديال الأمثلة ونقول لكم علاش أنا متشائم، ولكن غير باش نبقاو في هذاك الخطاب. مجموعة ديال الناس قال لك مزيان دابا راه وضع يدو على الجرح، كاين اخرين قال لك لا مزيان هو كخطاب، ولكن خصو يزيد. دابا خصنا الافعال ماشي غير الاقوال، وخص رؤوس تقطع والحكومه تغير ولا الوزراء يتبدلوا الى اخره. انا غادي نمشي ابعد من ذلك ونقول ها هما تبدلوا الوزراء، ها هي تغيرت الحكومه، ها هما بدلنا المدراء، ومن بعد واش غادي تصلح الوضعيه؟ واش غادي المغرب زعما يمشي غدا من سيء الى احسن حيت بدلنا ناس؟ ان الناس اللي غادي نجيبوهم في المكان هادو اللي غادي يمشيو شكون هما؟ منين جايين؟ زعما جايين من السويد؟ جايين بالانجليز؟ تما راه جايين من نفس البيئه، بنفس النخبه، بنفس الشعب، بنفس المدن، بنفس القرى. هذا الشيء اللي عندنا، وهذا اللي عندنا، وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم يمكن ما يعجبكمش، هو اللي فيه مشكل. ان المشكل ديال المغرب ماشي مشكل اشخاص او لا مشكل قانون او لا يعني اشخاص بعينهم او لا مشكل قانون لا مشكل مؤسسات. حنا عندنا مشكل في الشعب. حنا الشعب المغربي فيه مشكل. اغلبيه يعني كاين الناس الحمد لله دابا باش كاين واحد الاقليه فيها شويه الضوء هي اللي راه ممشيه البلاد، حتى هذه زايده وكتيأس وترجع حتى هي تنقرض شويه بشويه الا ما صدركناش الامر. حنا مشكل، حنا الشعب فيه مشكل. خصنا نقولوها واخا ما نتوما كتقولوها يعني في الديور ديالكم، انا كنقولها بصوت عالي وكنقولها ونتمنى ان الامور تغير، ماشي باش نتشفى فينا نعطينا بكم. المشكل اللي عندنا في المغرب مشكل قيم. حنا ما عندناش القيم اللي كتاسس لهذه الدوله هذه. شنو هما القيم اللي عندنا؟ نتحداكم تسولوا شي واحد في الزنقه تقولوا شنو هما القيم ديال المغاربه. ما عندناش. نعطيكم مثال الدول المتقدمه. علاش المتقدمه؟ لان عندها دي فالور كتمشاوق دي فالور هي الطابلو دبور ديالها. كيقول لهم لي فالور ديال الدول الاوروبيه ولا امريكا، تقول لك حنا لي فالور هي الحريه، لا ليبر اونتربريز، حريه المقاوله، وكتشوف كتشجع المقاولات، كتعطيها لها الدعم وتشجعها، وحريه المنافسه كتشوف كتقول لك كتشوفها كتلمسها. ماشي انت دير مشروع يجي واحد يطحنك لاباس عليه او لا يديك البروجي او لا البنكه تخنقك. يعني حنا كنوفروا الظروف باش نخنقوا الناس ماشي باش نساعدوا الناس. الحريه لي فالور عند الدول الديمقراطيه، عند الدول الاوروبيه تقول لك مثلا الديمقراطيه سي اون فالور اسونسيال، كتشوفها كتجسد كذا. كتقول لك وحده من القيم ديالنا لي فالور هي المساواه بين الرجل والمراه، المساواه بين الناس. كتشوف المساواه بين الفقير والغني، يعني كاينه كتشوفها كتلمسها. حنا ما عرفش من المساواه، اش من فالور اصلا عندنا دي فالور سي فري ما نكروهمش، ولكن لي فالور ديالنا ديال المغرب الزرقاء لاف، ضرب يدك، تحنمو، الرقمق، شلط دغيا، واش كاين شي زرق لا ايوا لا زرقاء لا مرقه. هادوما القيم اللي حنا كنمشيو. تلقى المسؤول الكبير حتى المواطن العادي كيفيق في الصباح الهم ديالو خصو يضرب يدو يدبر على راسو باللي كاين فيت فيه كيف ما كاين. هادو هما القيم ديالنا. بهاد القيم ما يمكن الا نزيدو نهودو. دايور كتشوفوها يعني خرجوا شوفوا المدن ديالكم كي دايره، شوفوا المدن. خليو الرباط، انا دائما الرباط استثناء، هذاك الرباط حيت ساكن فيها الملك والامراء. غدا ما يسكنوش فيها الملك والامراء ويمشيو لشي بلاصه اخرى، قسما بالله الا تلقى اصحاب الكرارس والخضره والمهم والكريانات المهم في وسط المدينه عادي. شوفوا الفوضى وثقافه السبال اللي راهم مستمره. كتشوفوا هادو هما القيم ديالنا. يمكن نولي نهضر على هذا الشيء، ولكن من تكلمنا حتى على الاداره. يعني نعطيكم نموذج على القيم ديالنا حنا في الاداره المغربيه. وهذا الشيء كنا قلناه، وباش نعطيكم يعني نزكيكم هذا الشيء اللي كنتكلم عليه. انتم مثلا ولادكم من كيبغوا يخرجوا مثلا يبغوا يمشيو للسويقه ولا البنت تمشي للسويقه، وشنو كتقولوا لها؟ حدي صاكك، جمعي صاكك، ديري تحت باطك. تمشي مع البنت الصغيره، شدي البنت، شدي الولد، شديه مزيان عندك تطلقيه. حدي جيبك، حدي سطامك، حدي الجسم ديالك. دائما الولد
دابا واش حنا خارجين للمدن المغربيه ولا خارجين لا جانجل ولا غاديين ما نعرف فين في الرقه ولا ما نعرف داعش. نورمالمون مدينه مغربيه خصها تكون على الاقل شويه ديال الامن. حنا وصلنا لمرحله ما كاين لا امن ولا حتى شي حاجه، غير الفوضى. كتمشي لواحد السوق اللي هو سوق عمومي، انت قبل ما تخرج من دارك وانت داير اتونسيون، ويمكن ترجع ولا ما ترجعش، المهم دير في بالك بانه غادي يوقع لك مشكل. وتمشي في الطوموبيل بالله عزاج ديالك، دابا هادو الوالدات ديالنا وخوتك وشي عندك، بدا بالله على الباب، داير الفيرويا سونترال، طلع الزاج، عندك يسولك شي واحد جاوبو، عندك طلع شي واحد خارج ديجا من شوكي ديرونجي. فتكلمنا يعني على سي فري، باش كيقول لك لا واحد هذا متشائم بزاف. حنا الحمد لله شوف كاين مشاريع مهيكله ومشاريع تنمويه، سي فري كاين، انا ما كنكرش، كاين طونجيميت، كاين تي جي في، كاين غادي يبنيو اكبر برج في الرباط غادي يوصل للسماء، كيتلاقى مع السماء. ولكن ما فائده انا نبني اكبر برج في السماء ومن نهود نخرج من الباب واحد يدير لي السيف هنايا، ما من الفائده. اليوم ولينا نطلبوا في المدن ديالنا، المدن يعني بزاف، يعني في المجموعات السكنيه اللي كاينين في المغرب، يعني المجموعات السكنيه ما بقيناش نطالبوا بالتنميه. انا دابا من نتلاقى مع الممثلين ديال السلطات المحليه ولا المنطقه كنقول لهم ما ديرولناش التنميه، ما تجيبولناش لوزينات، ديروا لنا غير الامن، غير النظام. يعني شوف المطالب اللي وصلنا فيها، الله يخليكم زعما غير ما يعرضوناش بالسيوفه. زعما هذوم واحد الوقيته في المطالب كان في المغرب دابا كانوا يقول لك خص لا الملكيه السود ولا يحكم، ملكيه برلمانيه، كانت مطالب عاليه. دابا المطالب اللي ولينا نطالبوا يعني غير الله يخليكم باش ما يعرضوناش بالسيوفه، الله يخليكم راه الزبل بزاف، راه ما قديناش نتنفسوا، راه مشكل. الله يخليك راه الباعه ما يسمى بالباعه المتجولين هما في الحقيقه هذوك يعني مافيات الان اصبحت لنا، هذوك عندهم ولا عندهم اكثر بالسانديكا، يعني النقابه منظمه اكثر بالبي ام تي وهذاك الشيء، عندهم مجهد عند هما اللي كيديروا القانون في المدن، كيبلعوا الطرقات. يعني والله العظيم كاين شي مدن الطوبيس ما يقدرش يفوت، الطوبيس يعني الطوبيس لي بومبي ما يقدروش يدوزوا لهم، ما عندهم اوقات ديالهم كيبلعوا المدن. والسلطات كتحس بالسلطات الامنيه والمحليه والمنتخبه بحال اللي افلست او لا افلست، دفعت فايت ما قادراش تحرك. ملي كتشوف انا هذا المنظر كنقول اما هذه السلطات فاسده او لا مغلوبه على امرها. وانا كنزيد مغلوبه على امرها باش غدا الا شكاو بيا نقول لهم عند القاضي، نقول له لا راني قلت، يقول لي راه قلت عليهم فاسدين، نقول له لا راني قلت او مغلوبه على امرها. النموذج التنموي ديالنا خص يتعاد فيه النظر. إن وصلنا لواحد يعني وعطى في شي مجالات، يلا راني متفائل. حنا يعني سيدي حنا ماشي بلد متخلف، حنا ماشي بلد متقدم، حنا بلد في طريق النمو بزاف. يلا عاود ما خصناش نعيق بزاف، حنا بلد في طريق غير معبده في النمو. يعني حنا بلد في لا بيست ديال النمو، يعني بيست يعني ديال التراب، الحجر، الغيس، تشوفوا ماشي طريقه عاديه ديال النمو. يعني الطريقه هذيك سهله راك غادي فيها غيتوصل النمو. بهذا الوضع اللي غادي فيه المغرب حنا غادي في واحد لابيست، يعني مره نطيحوا، مره نتقردوا، مره نزيدوا، مره نتعثروا، مره نوليو اللور، مره تجي الفيضانات نغرقوا. هذا هو حنا في هذا الطريق. وانا قلت سي فري كاين مشاريع كبيره ولكن ماشي كافيه. الا كان الشعب فيه مشكل، الا كان الشعب ماشي مربي. حنا عندنا واحد الجيل راه طالع ديال الشباب غير الله يحفظ ويستر، وهذا الشيء جاي من التعليم اللي توا افلس. شنو هما الاسباب؟ هذيك حاجه اخرى. وانت دابا كيقول لك اصلاحات في التعليم، ما خصنا اصلاحات، خصنا اصلاحات في المقررات. بشر ماشي مربي، وغادي كل عام كيخرج لنا بشر ماشي مربي، شباب ماشي مربي، شباب ما يعرفش يهضر، شباب مكلخ، شباب كيسب، شباب ما كيحترمش، شباب ما يعني السلطه امامه لا تعبر عن شيء. شباب غادي في الوسط ديال في انفا، في وسط العاصمه الاقتصاديه، في وسط ما يسمى بالمدينه الذكيه، اكبر مدينه ذكيه في الاخر في افريقيا، فاينانس سيتي، ما عرفتش شنو السماوات، يعني ما كاينش اللي يقدنا. اكبر مدينه ذكيه ما تلقاش حتى البلاكه تكون في الطوموبيل، تبغي تخرج تمشي للوطوريت ما تعرفش مين تبقى الدور تما كاين الفار. مدينه ذكيه ما فيهاش اسلحه، حنا بولداء ديروا لنا غير البلايك نخرج بالاخر. شنو مدينه ذكيه؟ كنت في وسط انفا، طوبيس فايت، راكبين فوقه، ماشي في الوسط، خلينا بالطوبيسات اللي مهترئين ما فيهم ما يتشاف دابا في المدن كامله،
وفوق الطوا فوق السطح ديال الطوبيس الشباب تماك مقرقب خاونين بلاكه ديال ستوب كيطبلوا بها قدامي شي قوريات كيصوروهم بلي زاباري فوتو، وهذوك الشباب كيديروا لهم شي اشارات جنسيه في وسط العاصمه الاقتصاديه. وهذه مدينه ذكيه. واش هاد الناس ما فاتوش على بوليس؟ واش هاد البلاد ما فيهاش الامن؟ وهذوك الكاميرات ديال المراقبه كيعجبوك في الاخبار، وكاميرات مراقبه وهنا يزود رقم 5 ولكن كتمشي عند الواقع. واش هذوك ما فاتوش على البوليس؟ واش ما عندناش وحدات ديال التدخل؟ واش ما كاينش مصيبه؟ واش بهادو غادي نديروا التقدم؟ هادو هما البشر اللي راه طالع، وهادو هما اللي غادي يوليو اغلبيه. وهذه هي التربيه فين وصلتنا، التربيه ديال التعليم العمومي اللي ما بقى يعني انا كنهضر ماشي حتى على الماديات ولا المدارس ولا البنايات، انا كنهضر حتى المقررات ديالنا انتجت جيلا يعني كارثي. خص المقررات تعاد فيها النظر، وحتى التعليم الخاص راه الناس راه كترمي فلوسها فيه. الناس ولات دير ولادها في التعليم الخاص غير باش ما ولادهم ما يتشرطوش ولا ما يتشفروش في المدارس العموميه. زعما بحال اللي كيحميوهم، يجي الطوبيس يديهم ويردهم صافي ميناجو لي مينا مي كيجيو. انا كنشوف حتى النيفو ديال هذوك اللي كيقراو في التعليم الخاص راه مساكن واحد النيفو طايح بزاف. راه كنحشموا كنبغيوش نهضروا، راه كيلا قال واحد جوج جمل بالفرنسيه النص ديالها عامر اخطاء. قلت لكم الناس راهم كيديروهم غير حيت شويه نقيين وصافي فيهم الطواليطات نقيين، راه النيفو ديالهم طايح. واش عمرو شفتوا عباد الله في العالم شي وحدين كيدي ولادو يقرا في التعليم الخصوصي وكيزيد يخلص عليه ليتود دي كور بريفي عند نفس المعلم اللي في التعليم الخصوصي؟ كاينه غير في المغرب. كتخلص الفلوس وكتزيد تخلص الاستاذ يدير له دي كور بريفي. باغي تحمقونا؟ فين كاينه هذه؟ وفي التالي كيخرج يلاه حدو قدو واحد يدير واحد 3 جمل بالفرنسيه صافي ولا بس نقيو كذا. من هذا هو التعليم الخصوصي عندنا. المدن ديالنا كما قلت المشروع يعني المشروع ماشي المشروع كامل التنموي ديال البلاد خصو يتعاد فيه النظر، لان وصل لواحد الحد اللي هو غاديين في الافلاس، غاديين في المشاكل. والمشروع راه ماشي خصنا اوروبا، لا ماشي هذاك هو النموذج بزاف علينا، ماشي جنوب اسبانيا والبرتغال هذاك بزاف علينا. على حسب ما كنشوف النموذج يلاه سبته المحتله ومنين هي المحتله، هذا هو النموذج اللي عندنا. الا قدرنا نوصلوا راه بزاف. عمرو شفتوا في العالم شي ناس تقول لهم دابا السبته ديال المغرب يقول لك هي سبته مغربيه ومنين هي مغربيه، تقول لهم نرجعوها دابا يقول لك لا حرام. هادشي كتقولوه ولا لا؟ الا كنكذب عليكم قولوها. نتوما كتقولوها في الديور ديالكم في المقاهي في الجلسات ديالكم، نتوما كتقولوا لا دابا ما نقدروش نردوا سبته ومليليه، حرام غادي نضيعوها، خليها راه نقيه دابا عند اسبانيا. وبكره ناس يزيدوا يديو معاها شويه بني نصار وشويه الناظور وشويه تطوان، تا هما الا قدروا يديوهم شويه وناتوندون بعدو نرجعوهم. شكون اللي كيسير هاد المدن؟ ولا شكون كيسير؟ السلطات المحليه والمنتخبه بجوج، سياسيين ورجال السلطه. فملي كتشوف هاد الوضع كتقول اما فاسدين او لا مغلوبين على امرهم. واحد التقنيه باش اصحاب السياسه خرجوا على المدن سميتها الديروغاسيون، الاستثناء. هاد الديروغاسيون هي اللي خرجت على المدن ديال المخ وخرجت على مجموعه ديال القطاعات. وشنو هي الديروغاسيون؟ هي زعما شي حاجه هي رخصه استثنائيه. انا كنت كنسمع الاستثناء المغربي صحاب الاستثناء في شي حاجه في التقدم ما نعرف، ولكن عاد فهمت كنت نهضر مع الناس عاد فهمت. الاستثناء وهو انه القانون مثلا يجي يمنع، يقول لك هذه زون فيلا يبنى فيها العمارات، يجي رئيس البلديه ولا ويعطي ديروغاسيون لواحد المقاول كيبني فيها العماره. ديروغاسيون انه مثلا عندك الحق تبني غير 3 زيتاج، يجي رئيس البلديه يعطيك ديروغاسيون تزيد 2 زيتاج اخرين. ديروغاسيون انه تبني هنايا مرافق عموميه وحدائق، يجي رئيس البلديه يعطيك ديروغاسيون يقول لك ما تبنيش الحدائق، ما تبنيش مرافق عموميه، دير لوتيسمون وبيع واشري مع راسك. وفي كاع هاد لي ديروغاسيون قسما بالله الا الرشكه كتلعب واحد زعما ما تما كيفاش يغتنيو المنتخبين، فهذا ما يسمى بالديروغاسيون. وهذه ماشي يعني حتى في المؤسسات العموميه فين ما انا هاد سجلتهم على الحسابات. الا بغى يشد الشفاره مثلا ديال المنتخبين ما يبقاش يمشي بعيد، يجي الاداره البلديه يقول لهم خرجوا لي كاع لي ديروغاسيون
وغادي يشوف هذوك لي ديروغاسيون يضرب الحساب يقول لك هذا دا 20 مليار ولا 30 مليار. لي ديروغاسيون كلشي تقريبا الاغلبيه ديالهم فيهم الرشوه كدور. ما يمكنش يعطيك الديروغاسيون، ما يمكنش السيد حتى القانون كيقول لك 3 ايطاج انت كتعطي له 5 ايطاج حبا فيه، زعما علاش 5 ايطاج وواحد ما يعطيهالوش. مشكل معقد. غادي نتكلم لكم غير يمكن بعجاله باش نسالي هذه الحلقه على الوضع حتى هو الكارثي ديال الاداره المغربيه، غير بعض الامثله باش تشوفوا يعني علاش كنقولوا هكا. لان انا شفت هذه المره داير واحد الروبورتاج على ما طنجة تيك قال لك طنجة تكنولوجي من عاد غادي يعطوها الشينوا 30,000 هكتار ولا ما عرفت. انا كنقول لكم من الان هذاك المشروع غادي يكون فاشل من الان. نتمنى نكون خطا، ولكن الا مشيتوا بهذا الوضع هذا غادي يكون فاشل. ان هذاك طنجة تيك راه خص الشعب اللي يخدموا، فهذا الشعب غادي بهكا ما بقاش في انه تجي تعلم الشباب انه يخدم واحد الماشينه. خص هذاك الشاب اكثر من يخدم الماشينه خص تكون عنده الرغبه فاش انه هو يشتغل، خص تكون عنده النيه حسنه، النيه صادقه. كنت كتشوفوا الناس واش عندهم النيه في الخدمه، كتلقى انا نعرف مقام يقول لك الناس ما بغاوش يخدموا، الناس فيهم حتى حراميات، الناس هكا، الناس ما نعرف ولاو كيبغيو يديروا لارجون فاسيل، خصو يربح دغيا. كيقول لك انا نمشي نخدم في لوزين فوقاش ندير الطوموبيل فوقاش ندير الدار، المهم خصو يدبر هكا واخا يخدم معاك يشفر المهم لانه هذا الشيء لا يعني بان هذوك المسؤولين والباترونات تاهم راهم ظريفين، حتى كل واحد والنيفو ديالو. الاداره المغربيه هي اللي خصها تعطي المثال حتى هي مكرفسه. واش بعض الله عمر شفتوا شي دوله في العالم بغات تقدم ملي كتبغي تدفع البروجي ولا شي دوسي ولا شي دوموند الاداره يقول لك زربي قبل رمضان، راه داخل رمضان صافي دير الشهر ما كاين والو، الشهر ما فيهش خدمه. كتجي عنده في رمضان يقول لك اصاحبي وانت جاي في رمضان واش كاين شي واحد يجي يخدم في رمضان انت الله يهديك اصاحبي وخليه تيخرج رمضان. ناس وعمرو سمعتوها انتم؟ الا راني نكذب قولوها لي. كيقول له دغيا راه رمضان قبل رمضان خصنا نقضيو الغرض. واكثر من ذلك تجي الدوله تنقص الساعه للموظفين في رمضان، ديجا ما خدامينش هذيك 7 سوايع ونص ولا 8 سوايع ديجا ما كيخدموهاش الى جالك، وفي رمضان يزيدني ينقص له يقولوا التوقيت الرمضاني بحال التوقيت العادي كانوا مطفرينها، دابا زدنا لهم توقيت رمضان نقصنا، وراه خصنا نزيدوا 24 ساعه على 24 ساعه ونشوفوا واش نتطوروا. ديجا كلشي ما شفتوا شي دوله في العالم تبغي تمشي تخدم في الاداره يقول لك نهار الجمعه يقول لك قبل 12، تقول له علاش راهم يسالوا على يقول لك لا راه صلاه الجمعه من بعد. عمرو شفتوا شي دوله في العالم موظف كيمشي يصلي صلاه الجمعه كيخرج مع 12 ولا وحده يمشي يصلي صلاه الجمعه، المهم ياخذ وقته، ومور صلاه الجمعه خصو يمشي ياكل سكسو عند مو، ماشي في دارو ولا عند مو، خصو يمشي عند الوالده ناكل سكسو، وخصو يدير لاسيست شويه يرتاح لان مور الطعام واللبن، لان اللبن راك تعرف شويه يتقل خصو ينعس شويه، ومن يفيق يمشي 3 ونص يقول لك غيمشي يدير واحد الطله، غادي يمشي نطل ولا يمشي يهز الفيستا ديالو اللي خلاها قبيله بان مراه تماك. انا غادي نقول لكم بعدا في هذه النقطه وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي، انا ما كنفهمش علاش الناس علاش الدوله كتسمح لهم يمشيو يصليو صلاه الجمعه وتعطي لهم هذاك الديروغاسيون. غادي يقول لك هذا ضد الاسلام، لا ماشي ضد الجمعه، هذوك فلوس كتخلصهم فلوس الشعب، اسمح لي اللي بغى يمشي يصلي اما هذه الدوله تخلص حتى الناس العاطلين والشباب الاخرين باش يمشيو يصليو صلاه الجمعه، علاش كتخلص غير الموظفين؟ انا بالعكس انا معاهم، اللي بغى يصلي صلاه الجمعه وما عندي حتى شي مشكل يخرج من الخدمه ديالو ويمشي يصلي صلاه الجمعه، ولكن ياخذ كونجي ما تخلصوش الدوله، لان عارفين حتى الناس اللي ما كيصليوش صلاه الجمعه كيديو هذيك الديروغاسيون كيمشيو يضرب دوره وياك يسكسوا على خاطره ويرجع. علاش الدوله تخلصك باش انت تمشي تصلي صلاه الجمعه؟ الا فيك النفس وفيك الايمان ديال بصح انا الدوله خصها ما تخلصكش وتقول لك الا بغيت تمشي تصلي صلاه الجمعه خذها من الكونجي ديالك. والله دارت هذه الدوله واحد لا مشى صلى صلاه الجمعه، إن غير المنافقين. كون غدا الدوله تقول لهم ما غاديش نخلصكم في هذيك السويعه ولا ساعه ونص، غادي نقتطعها من عندكم، اللي مشى صلى صلاه الجمعه غادي نقتطعها من الكونجي ديالو. والله واحد لا مشى صلى صلاه الجمعه ولا غتمشي لي ساعه ونص غادي نضربها في كذا منا، غادي تجي لي كذا منا، هو مشات لي 4 ايام ولا 5 ايام ديال الكونجي وانا باغي الكونجي خصني نمشي كذا منا. يولي دابا ما بقاش الايمان وصلاه الجمعه، لا على ظهر الدوله كتمشي تصلي صلاه الجمعه. فانا اطالبها الاصلاح، بغيت شي اصلاح باش ماشي قضيه انه فلوس او لا، قضيه باش التربيه، باش حتى ذاك الموظف يتربى واش فعلا الا هو مؤمن حقيقي ومعقول
راه يقول لك انايا هذه الصلاه بيني وبين ربي وكنرتجي منها الايمان والمغفره والاجر، غادي ناخذها بالكونجي ديالي باش تحتسب لي، ماشي مشكل. الا حيدتوها لي بالكونجي ولا حيدتوها لي بالصالير ديالي ماشي مشكل، انا هذاك الاجر ديالي هو دابا تلقاها سهله مهله. وتا الدوله كنقول الا بغات تخلص على الموظفين صلاه الجمعه تخلصها حتى الاخرين، هذه هي المساواه. اش تخلصني انت غير على الموظفين؟ وبلاش غادي يجيو الشينوا، غادي يجيو يخدموا معهم الناس بهذه الطريقه. خصو الجمعه بعد العشيه مشات، رمضان الشهر حتى واحد ما كيخدم، ولا كيخدم كلشي نص معكاز، نص فيه النعاس، نص ما جايش. غادي تخدموا مع الشينوا طونجيتيك 30,000 هكتار ولا ما 3000 هكتار. واش غادي تجي الشينوا غادي تقول له لا مور العيد الكبير راه غادي الناس يمشيو عندهم الشهر ديال الكونجي. عندي الخدامه اللي يمشي ما غادي يدوز العيد يهود الزاكوره يمشي للورزازات، ضرب الشهر الواحد يمشي يضرب الحولي على خاطره عاد يرجع. وهذه هي الاداره ديالنا. الاداره واش عمرك شفتوا في العالم الدخول المدرسي 7؟ هذه المره راهم داروا زيرو، قال لك لو 7 سبتمبر لان جاي بعد دو تاسو ماشي لو 1 سبتمبر لان جاي كاين العيد من بعد الناس كلشي كونجي. حنا ولينا الخدمه ديالنا كنارونجيوها مع الاعياد، يعني لان الناس كدي كونجي وتزيد. ما كاينش لا ريغور، ما كاينش المعقول. تيلمون ما كاينش المعقول حتى ولا كل شيء يعني عارف. انت كتمشي للاداره كتمشي بالله عليكم تبغي تخدم الورقه كتقول له عبد السلام الله يخليك بغيت نكاليزي غدا واحد الورقه في المقاطعه، تعرف تماك شي واحد اللي كذا من يسر بينا دغيا. جميله انت خدامه في السبيطار غادي نصيفط غدا واحد لي زورجونس، تعرفي تماك شي فرمليه اللي تقدر توقف معاها. سي محمد غدا بغيت نمشي للمحافظه، تعرف تماك شي واحد في المحافظه توصي علينا، تعرف شي واحد في المحكمه. لا علاش تعرف شي واحد؟ روح لي ما فهمتش غتمشي للاداره، علاش خصك تعرف شي واحد باش يتوسط لك؟ لان بكل بساطه حتى واحد ما تيق في الاداره، وشي واكثر من داك الشيء ما تيقفش. ومع هذه العقليه ديالنا اللي ديال القيم ديالنا ديال دغيا خصو هو غير يوصل، خصو يتسربى دغيا. ما التربيه ديالنا حنا ما اللوجيسيال ديالنا ما فيش انك خصك تمشي ودير الصف ودير التور وتسنى وبلاتي عليك، ما كايناش. تجيكم غريبه. انا نتمنى والله العظيم لان ما دابا التعليم ما هذا الشيء ما كيقريش. هذاك بكري انا في لا جينيراسيون ديالنا كان شويه التربيه المدنيه وكان شويه ان الله يرانا وكان شويه ديال القيم هكا بسيطه طلعتنا شويه، ما دابا ما كاين والو. فنتمنى والله الى مثلا التلفازات العموميه يقدروا يديروا مثلا شي برامج صغيره هكا مثلا يعاودوا يربوا الناس من جديد. مثلا الا شفت واحد راجل كبير تعطي له بلاصتك، مثلا تكون في الطوبيس تنوض تعطي له بلاصتك. مثلا الا طلعت في الطوبيس ما تهرسش الزاج، راه هذاك الطوبيس ملك عام. مثلا الا عندك الزبل خصك ديرو في واحد الميكا وتخرجوا ديروا في هذيك ديالو في الوقيته ديالو. مثلا الله يخليكم ما ترميوش الزبل منطقه. يعني هذه المسائل يعني هي تجيكم غريبه، كاين شي واحد يسمعها تجي غريبه، ولكن هذه من دابا من الابجديات اللي خصنا نعاودوا نتعلموها من جديد. الله يخليكم من تكون تسوق احترم الراجلين، يعني ما تغوتش على الراجل يقول فين غادي قطع مالك الطريق ديال باك، يعني الطريق ماشي غير ديال الطوموبيلات. يعني احترم الاسبقيه، يعني شي مسائل بسيطه. يعني ملي كتطلب شي واحد تقول له الله يخليك، او من يعطيك شي واحد تقول له شكرا. يعني والله العظيم الا خصنا شي كابسولات هكا فيهم 30 ثانيه دقيقه باش الناس يمكن تعاود تقول خصني ندير الصف. ما خصنيش انا نجي وندوز انا الاول، واخا كان الصف يعني خصني نحترم الصف نجي اللور ونصبر. ما صحابليش انا نصحاب لي كل واحد يدبر على راسو، حيت انايا نعرف فلان مثلا. كاين بزاف ما يتقال غنخصو واحد الحلقه اخرى من بعد القطاع الخاص، توا فيه بزاف ما يتقال. على اي رغم ما قلت ده غير امثله بسيطه على الواقع ديالنا المر واللي كيخليني للاسف متشائم. نتمنى نكون خطا، ولكن كما قلت شي واحد غيقول لي ويلا وانت متشائم وهذيك كذا، وهذه البلاد كي دايره غاديه، وهذه هما اللي غادي نختم بهم. هاد الناس اللي غاديه بهم هاد البلاد واحد الاقليه ديال الناس، واش غادي نقول لك، هادو هما اللي راهم هازين هاد البلاد. شي ناس زعما اكفاء ولكن ما عمرو تكافئوا على العمل اللي كيقوموا به، على المجهود اللي كيقوموا به. ناس اوفياء لهذه البلاد واوفياء للمبادئ ديالهم والاخلاق ديالهم، وهما اللي تلقاهم دائما في الاداره واحد جوج ولا ثلاثه هما اللي كيبقاو خدامين وكيبقاو حتى لوسط الليل. وكاين كل اداره كتلقى فيها واحد الاقليه اللي صابره وكتشوف بانه
حتى في الترقيات ما كيتكافئوش، ما كياخذوش حقهم. كيجي واحد مهك ويدبر على راسو، كتلقى الوزير كيجي وكيدير واحد من الحزب ديالو، كيجي واحد مسؤول كيجي يدير واحد من لافامي ديالو، وهما مساكين هما اللي كيستاهلوا. لان وبها غادي نختم، البلاد ديالنا ما كتكافئش الكفاءات. انا وهذه غادي نقولها لكم باش ما يبقاش فيكم الخطر ان فوا بور، انتم عارفينها ولكن غادي ناكدها. حنا البلاد ديالنا ما كتكافئش اللي عندهم الكفاءات. الناس المعقولين اللي خدامين والله ما كيوصلوا، كيبقى يماه تماك. والحمد لله هاد الناس واخا هكا باقيين شادين، ولكن حتى هما باقيين يأسوا وكينقرضوا شويه بشويه. لهذا انا كندق ناقوس الخطر عباد الله. راه حتى هاد الاقليه اللي مسكينه صابره واكله الدق وخدامه وشاده البلاد حتى هي باقي كتيأس، لان كتشوف اللي كيتجازاو غير ولد فلان، صاحب فلان بالعائله ديال فلان اللي مدبر على راسو. هادوما اللي مدبرين على راسهم كيديو لي بوست. البلاد ديالنا ما كتكافاش. وإلا بغيت توصل، انا نعطيك دابا لا روسيت، انا نعطيك لا روسيت، اسمح لي على التعبير. اما تكون بليد، دير راسك بليد، المهم خصك دير، المهم كاين اللي كفء ولكن مسكين تا هو باش يوصل خصو يدير راسو بليد، زائد يعني نعمس وخاص. لان الا غدا ما بينت راسك بينما انت بينت الكفاءه ديالك يعني طبيعيا، ومثلا قلت لا ما يمكنش، راه هكذا من يقول لك واش تا بدا فيه الفهمات. ايوا حتى الفرصه زعما ماشي بكم، زعما قلنا نفتحوا للمجتمع ونجيبوا يعني من الطبقات الشعبيه نعطيهم مسويها بدا يفهم. تقول لا راه غير انا كنظن بانما يعني هذه الخطه ما يمكنش تصح، لان ايوا انا راه قلت لكم بانما. سلام من الله عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر كل ما هو جديد إن شاء الله.